ده كان طبقنا النهاردة، المخبوزات الهشة بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف عملناه ازاي. صباح الخير عليكم حبايبي، احلى متابعين في الدنيا. يوم جديد ووصفة جديدة، يا رب تعجبكم. النهاردة حبايبي هنعمل مخبوزات طرية. طبعا كلنا شايفين اسعار المخبوزات عندنا في الافران بقت غالية قد ايه، فهنحاول نوفر شوية وهنشتغل بالامكانيات اللي موجودة في البيت. يلا بينا مع بعض نشوف حبايبي المقادير مع بعض. 3 كوب دقيق منخول، كوباية لبن، نص زيت، معلقتين سكر، لبن بودرة كيس صغير، خميرة فورية، والزيتون ده طبعا للحشو. تمام، هقول المقادير مرة تانية. 3 كوب دقيق، كوباية لبن، نص زيت، 2 سكر، لبن وخميرة. الزيتون ده للحشو، وممكن طبعا الحشو يكون عندي كذا فكرة، في جبنة بالزعتر، في قرفة بالسكر، في جبنة عادي، جبنة سادة، جبنة بيضة يعني، في ميكس جبن، في شوكولاتة، سواء اللي هي القطع او اللي هي المعجون الشوكولاتة، الاتنين ينفعوا. بس كده، دي افكار للحشوات، ويلا بينا مع بعض بقى نعجنها. اول حاجة هعملها، عندي هدفي كوباية اللبن اهي، تبقى دافية يعني، انا يا دوب استحمل صباعي فيها، يعني تبقى دافية حاجة بسيطة خالص. تمام. اول حاجة عندي بالنسبة للدقيق المنخول، يبقى اجيب الدقيق ونخلاه كويس، احط شوية ملح، حاجة بسيطة خالص. هحط المكونات الجافة عندي الاول، اللبن، هخلطهم مع بعض كده. بالنسبة للبن عندي اهو، انا مستحملة ايدي اهو، يعني دافي بس حاجة بسيطة خالص علشان ما يموتليش الخميرة. باخد نصه في كوباية لبن، كوباية فاضية يعني اهو، بحط عليه الخميرة، وده اختبار خميرة علشان بتأكد اذا كانت هي صالحة للاستخدام ولا لا، لان اوقات بتبقى مركونة في السوبر ماركت. وبحط السكر، معلقتين السكر على فكرة، مش كتير على العجينة ولا هتسكر منك ولا حاجة، انا مجرباها كتير بتبقى حلوة قوي. بخلطها بالمنظر ده. اتأكد بس انها دايبة. بغطيها كده بسيبها علشان تتفاعل. بصوا الجمال بقى حبايبي، اهي ابتدت تتفاعل. بصوا عليت قد ايه يعتبر اهي. هبتدي بقى اشتغل بيها. نحطها كده، انزلها كلها وكده، بس عشان اتاكد اذا كانت هي نشطه ولا لا، لان اوقات بتبقى عند البقال ومركونه، فانا مش ضامنه، عشان بس ايه ما بوظش باقي الحاجه، فاتاكد بس الاول. بعدين احط الزيت كده، وباقي اللبن عندي اللي كنت دفيته بس. هو الموضوع اصلا اسهل من انه يحتاج عجان يعني، هو بايدينا كده هنعجنه، والعجينه هتطلع طريه ان شاء الله، وهتطلع حلوه، وهي بتطلع زي القطنيه كده، زي العجينه القطنيه اللي بيقولوا عليها، هتطلع زي الفل ان شاء الله. اعجنها وارجع له. هي عندي كده ابتدت خلاص تفصل من الطبق، بس محتاجه برضو تتعجن تاني. وانا كده مش هزودها اي حاجه، لان انا حاساها متشربه من بعضها، فانا مش هزودها اي حاجه. ده شكل العجينه عندي بعد ما عجنتها 10 دقايق تقريبا. بصوا طريه ازاي اهي.
طريه خالص. هسيبها بقى عشان تخمر، هسيبها في مكان مقفول، وطبعا هغطيها ببلاستيك علشان تخمر. مش هدهن الوش عندي اي حاجه، هغطيها بس بالبلاستيك لان هي فيها كل حاجه، هي فيها الزيت وفيها كل حاجه. واحطها في مكان دافي، وطبعا عشان السقعه هي هتاخد وقت شويه في الخمر. وهغطيها برضو بفوطه كده واسيبها بقى تخمر. تعالوا بقى نشوف العجينه مع بعض بعد تقريبا ساعه ونص. بصوا هي تقريبا ساعه ونص اللي اخدتها، يعني من ساعه لساعه ونص. بصوا هنبتدي نهبطها كده علشان نقسمها ونحشيها. الموضوع سهل جدا جدا يا جماعه، والامكانيات في كل بيت اهو، والعجينه طريه جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا العجينه عندي عامله ازاي اهي، الصوره بتتكلم لوحدها يعني. هقسمها كده حتت كبيره الاول، اهي بالمنظر ده كده، زي ما تيجي معاكي، تيجي معاكي 3، تيجي معاكي 4، زي ما تيجي معاكي، مش هتفرق يعني. اهي بالمنظر ده عندي. هغطيها بالبلاستيك برضو واسيبها تستريح شويه. ابتدي اجهز عندي الصينيه اللي هحط فيها. اي صينيه عندك، يعني مش شرط تكون صينيه بيتزا، انا دي شغاله في صينيه بيتزا، بس مش شرط انها تكون صينيه بيتزا، اي صينيه عندك تأدي الغرض، مفيش مشكله. نقطه زيت بس احتياطي، هي الصينيه دي ما بتلزقش بس احتياطي علشان برضو نبقى كده في الامان. دي العجينه عندي اهي، بعد ما استريحت ابتدت تفرد اهي، بصوا طريه ازاي. هبتدي اخد اول كوره انا عملتها، واعمل حاجه كده قد الليمونه، يعني انا مش هعملها كبيره، بالمنظر ده كده واحطها. ما بعملش كور كبيره لان هي هتكبر وهتتضاعف في الفرن. اهي هي العجينه حلوه جدا جدا، عايزه اقول لكم طريه قوي، مش مستحمله يعني، هي حلوه قوي. والمقادير اللي انا قلتها لكم في الاول ما زودتش عليها اي حاجه، يعني لو هتمشي بنفس الخطوات اللي انا قلتها وبنفس المقادير هتطلع عندك النتيجه نفس اللي هتطلع معايا برضو. والحشوات طبعا انتوا حرين فيها، اي حشوه تحبيها حطيها، واي حشوه ولادك يحبوها حطيها. اهي هخلص الكميه عندي وارجع لكم. ده الشكل النهائي بعد ما عملنا العجينه كلها على شكل كور كده زي ما انتوا شايفين. يا ريت يا جماعه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للي اول مره بيشوف القناه، وفعلوا زرار الكل عشان يبان لكم كل ما هو جديد. هنبتدي بقى نحط الحشوه فيها. هبتدي باول صف خالص انا عملته اللي هي دي، هبتدي افردها. بصوا الفرد سهل جدا جدا اهو، لان العجينه طريه اصلا اهي. طبعا الحشوه قلنا زي ما انت عايزه. هاخد من الزيتون اهو واقفل كده، اقفل كده بالمنظر ده، واخلي القفله تحت اهي كده، واحطها في الصينيه اهي كده. نعمل واحده تاني مع بعض. الموضوع سهل يا جماعه جدا، واكيد انضف بكتير قوي من المخابز اللي بره، هو انضف وارخص بصراحه.
ان الاسعار بقى مبالغ فيها بزيادة يعني. اهو نفس الكلام، هبتدي اقفلها قفلة محترمة كده، واخلي القفلة لتحت. هعملها كورة برضو واقرصها كده، وراعي بس ان يبقى فيه مسافة كويسة كده بينهم. يا رب الصورة تكون واضحة اهي المسافة. بصوا العجينة طرية ازاي اهي. وما استعملناش عجان برضو، للناس اللي ما عندهاش عجان مش هنستعمل عجان لان الموضوع مش مستاهل. بحط الحشو على قد العجينة اللي عندي. طبعا انتي ليكي حرية الاختيار، لو الكور انتي حطاها كبيرة مثلا، عايزة فطيرات كبيرة او فطاير كبيرة، براحتك خالص. الحشوة طبعا بتبقى على قد الكورة اهو بالمنظر ده. وهكمل وارجع لكم. ده الشكل النهائي للمخبوزات عندي. انا دلوقتي بقى هنور الفرن على درجة حرارة متوسطة، واسيبها شغالة لغاية ما ادهن وش المخبوزات. بالنسبة للوش عندي هجيب بيضة اهي، هحط عليها شوية فانيليا صغيرة خالص علشان زفرة البيضة. نضربها جامد. طبعا اللي مش حابب البيض يا جماعة ممكن زيت على سمنة وتدهنوا برضو الوش، هيديكوا نتيجة حلوة برضو. بجيب السمسم وبحطه كده على البيض. طبعا دي اختياري للي حابب، للي بيحب السمسم، بس عشان السمسم ما يوقعش من على الوش انا بحطه مع البيض كده علشان ما يوقعش من على الوش. لان انا لو دهنت المخبوزات دي بيض وبعدين حطيت السمسم، فلما بتيجوا تطلعوا واحده ولا اتنين ولا حاجه بتلاقيه السمسم وقع، فده بيثبت السمسم على المخبوزات اللي عندي. هبتدي بقى ادهنها. بصوا كده بالمنظر ده بالراحه خالص اهي. هتلاقوا البيض طلع بالسمسم اهو. طبعا اللي بيحب حبة البركة برضو ممكن نضيف حبة البركة، واللي ما بيحبش حاجة خالص وعايز يدهن بس بيض تمام، على حسب الرغبة اهو. واللي عايز برضو يزود السمسم مفيش مشكلة. اهو بعد ما خلصت الكمية كلها بالسمسم اهو بالمنظر ده. والسمسم اللي انا بستعمله سمسم ابيض مش محمص، على اساس ان هو هيدخل الفرن فكده كده هياخد لون. الفرن متوسط الحرارة وفي الرف اللي في النص، وهخبزه بقى وارجع لكم تاني. ده الشكل النهائي حبايبي للمخبوزات عندي. وطبعا اول ما بتطلع انا بغطيها بالفوطة بالمنظر ده عشان تبقى طرية. اخدت في الفرن تقريبا ربع ساعة تلت ساعة بالكتير، وبعد كده خدت دقيقتين شواية علشان الوش بس. فالموضوع سهل جدا وياريت تجربوه مش هتندموا. ده سوى المخبوزات من الظهر عندي اهو، طرية قوي اهي اهي، بس هي سخنة. وادي السوا من جوه اهي بالمنظر ده، حلوة جدا جدا. ده كان طبقنا النهاردة، المخبوزات الهشة بالطريقة دي، بالطريقة اللي احنا شفناها في الفيديو. طريقة سهلة وبسيطة، ولا بتاخد لا مجهود ولا تكاليف. ياريت تجربوها، واشوفكم في فيديو جديد.